الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير مع الجوله الرابعه في دوري روشن السعودي من هنا في مدينه الرياض على ملعب الامير فيصل بن فهد، حيث واحده من المباريات المنتظره في هذه الجوله ان لم تكن قمه هذه الجوله بين الكبيرين الهلال والاتفاق هنا في ملعب الملز. فرجة ممتعة لحضراتكم، نتمنى أن نقضي وإياكم أوقاتا ممتعة في دوري مليء بالنجوم والإثارة من عناصر الاتفاق وتغطية وتدخل نحو الحارس ياسين بونو. طبعا مباراة مع بداية قوية لاتفاق جيرارد المهاجم تقريبا في مباراة الليلة. لمسة محاولة اتفاقية فيتينو التسديدة، لكن الكرة اصطدمت بعد ذلك في يد الحارس ياسين بونو. فيتينو لاعب مهم، لاعب مرة أخرى بالقدم اليمنى. نيفيز العرضية حلوة بالراس، يا ولد يا الله، جميلة كم كانت حلوة اللقطة الأخيرة. نفس الشكل بنفس الرسمة ونفس اللعبة ونفس النهاية كانت المباراة الماضية اللي سجل من خلالها متروفيتش بعد عرضية أو تمريرة ساحرة بالمقاس من جانب عناصر اتفاق. لمسة لكنها بعيدة كل البعد عن فيصل غامدي، وسهلة بعد ذلك من كوليبالي إلى الحارس المرتاح في مرمى بعد ذلك وهو ياسين بونو. المباريات الثلاث اللي قدم فيها فريقه أداء جيدا جدا في بداية هذا الموسم. المجال مفتوح أمام الكثير من الأسماء. مانشيني كاك في اللقطة الماضية. المباراة بنقطة ستكون نتيجة مقبولة خطيرة إلى مالكوم، تسديده يا ولد مالكوم، روعة. لسه أتكلم على تعادل سلبي لم يحدث، العمل كبير من مية، لكنها أقرب بعد ذلك إلى البليهي ثم سهلة إلى حارس المرمى ياسين بونو. سهلة عند بونو، تقريبا بونو بدون أي اختبار على مرماه، تقريبا بونو مرتاح في الدقائق الماضية بدون فرص حقيقية بدون خطورة على مرمى. هائلة خطيرة، نيفيز من كرة تسديده لكن عدت خطيرة للغاية. سعادها هندرسون يبحث عن الكرة الطويلة باتجاه كوايسون بالراس، خطيرة اتفاقية، تسديدة قوية وفرصة وكرة تسلل على كوايسون. يا لها من لقطة، يا لها من فرصة في منتهى الروعة في منتهى الخطورة لمصلحة الاتفاق، لكن ياسين بونو أكثر من كرة. شوفها مرة أخرى، التسديدة من حمدان خارج منطقة الجزاء باليسرى حلوة، وبعد ذلك بحث كويساتي بونو. ردة فعل رائعة من جانب بونو لتسديدة حمدان، وبعد ذلك تبقى النتيجة على حالها. خطيرة سعود بتمريرة حلوة ومالكوم تسديدة، لكن الدفاع وكرة عالمي، ويحب الأهداف العالمية التورنيدو ومن غيره. روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كرة ولا أجمل ولا أروع، قذيفة إلى حمدان الشمراني. حمدان يبحث عن التمريرة، حمدان كرة أمامية حلوة خطيرة لكن فيها تغطية من جانب يبعد الخطر. نيفيز البليهي، كرة صعبة لكن بونو ينجح في استعادتها، ثم رمية جانبية لمصلحة الهلال. رمي تصل إلى كويكبي، تمريرة بينية حلوة لكنها لم تكتمل، بعيدة وصعبة وفي الأخير سيطرة دفاع الاتفاق. البليهي في التغطية، عودة إلى بونو. البليهي مع كوليبالي، ما سيضاف لتشكيلة جيسوس. المدافع المتألق حسان تنبكتي، مدافع الهلال الجديد ياسين بونو. صفقات موالي، نيفيز إلى علي البليهي مرة أخرى، الكرة تعود إلى بونو.
التفوق لأصحاب الأرض بهدفين مقابل. ضغط من عناصر الاتفاق، انتشار في مناطق الهلال في هذه الأثناء. طويلة من بونو يحافظ على كورته، ثم بعد ذلك إلى ياسين بونو. يصل كويسن، يبحث عن مرور، عدى تسديده لكنها بعيدة. ركلة مرمى في الوقت اللي فيه تغطية، مرور جميل وجانبي حمدان، خطيرة اتفاقية داخل منطقة ورأسية لكنها بعيدة. كوليبالي، بونو، لقاء كويسن يحاول يمر كويسن داخل منطقة الجزاء امام اكثر من لاعب. لمسة تصل الى فيصل غامدي، اتفاقية خطيرة، طلب الكرة من جانبي كويسن، عرضية لكنها سهلة في يد ياسين بونو، سهلة في يد ياسين بونو. لمسة تعود من جانبي كوليبالي الى ياسين بونو، اتمنى له بالتاكيد التوفيق مع المنتخب. طويله الكره اماميه بعيد عن الكل، سهله في يد ياسين بونو، سهله في يد ياسين بونو. الغامدي بكره عرضيه صدمت في ميشيل، الاتفاق يمسك زمام الامور في هذه الاثناء بكره طويله بعيده عن الكل، سهله نحو ياسين بونو. مدافع الهلال الجديد حسان تنبكتي يتابع اعدادا للمباريات القادمه. كره بينيه خطيره اتفاقيه لكنها سهله في يد ياسين بونو، سهلة في يد ياسين بونو. كأس عالم مذهلة للمغرب ككل وليس فقط لياسين بونو. كأس عالم مثيرة ومذهلة وتاريخية، وصول إلى نصف نهائي المونديال. كان الكويكبي على جهة اليمين، محاولة اتفاقية في مكان خطير داخل منطقة الجزاء، والتسديدة في منتهى الروعة لكنها بعيدة. خطيرة خطيرة، جميلة جميلة. الكويكبي تهديد حقيقي اتفاقي. بونو، كوليبالي، بونو مرة أخرى، اتفاقية في هذه الأثناء، تسديدة لكنها سهلة من الكويكبي، سهلة من الكويكبي. من أحمد طلب الكرة على الناحية اليمنى، خطيرة اتفاقية بكرة عرضية لكنها في يد بونو، سهلة في يد بونو. البريك الحمدان، ناصر الدوسي، جيسوس يستعد لإجراء 3 تغييرات. كويكبي، محمد الكويكبي يحاول في هذه الأثناء للبحث عن حلول بكرة عرضية داخل منطقة لكنها سهلة في يد ياسين بونو. يحب يصل إلى مباراة ثانية على التوالي بشباك نظيفة بالنسبة لي. في موسم 2021-2022 كان الموسم الأفضل في مسيرته مع سيفيا بالنسبة مع اشبيليا بالنسبة لي. بونو، حول كرة، نيفيز الأقرب سيترك مكانه لسلمان الفرج. كيف سعادها كنو، تحرك من جانبي البريك بكرة عرضية داخل منطقة خطيرة بالراس، فرصة وكرة، والثالث للزعيم. نعم نعم، الحمدان كمان وكمان، ضربة راسية رائعة لميتروفيتش ومتابعة من الحمدان. الزعيم يضرب بالثلاثة في ليلة كبيرة بدون تركيز. مش عارف إذا كان جيسوس يفكر يلعب ب3 لاعبين في الدفاع عندما ينضم. كان بطعم الخسارة في الوقت اللي فيه يتعرض مثل سلمان الفرج المشاركة مع الفريق. كثير من الأشياء المهمة الليلة أمام خصم عنيد بقيمة عالية أيضا. الهلالي بالكامل أفضلية واضحة للزعيم بالطول والعرض في هذه الأمسية، وبالتالي يعلن نهاية أحداث اللقاء بانتصار هلالي مستحق على الاتفاق هنا في ملعب المنستير. نشرت قناة بي إن سبورت الإخبارية على حسابها في تويتر أن أمين عدلي اختار حمل قميص المنتخب الوطني المغربي، وكتبت في تغريدتها: أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن يختار تمثيل المنتخب المغربي. وفي خبر آخر يتعلق بعبد الصمد الزلزولي، قال المدرب شافي هرنانديز في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة برشلونة في الدوري الإسباني عندما سئل عن رأيه في عبد الصمد الزلزولي: لا يهم إن كان يلعب كأساسي أم لا، أنا أحب عبد الصمد حقا كلاعب وكشخص وأعتمد عليه بالفريق، فهو لاعب مهم لنا ويمكنه مساعدتنا كثيرا خلال الموسم. وأضاف: يجب على اللاعبين أن يفهموا أنه لم يعد من المهم أن تكون أساسيا أو بديلا، والدليل أمام قادش فزنا بالتغييرات.